السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة السايلة البيتي، بمكونات سهلة جدا وبسيطة، وسهل جدا ان احنا نجيبها في البيت يعني، وتبقى اجمل وانضف من بره بكتير. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. هنستخدم كوبايتين من السمسم وكوباية زيت. الكوبايتين دول كنت انا مشتريهم ربع كيلو سمسم من عند العطار. ممكن نجيب كوباية سمسم ابيض وكوباية سمسم احمر، او سمسم متحمص وسمسم عادي. بس انا استخدمت السمسم الابيض، بيبقى طعمه احلى واجمل من السمسم المتحمص، وكل واحد وذوق يعني، جربوها بده وبده وشوفوا هيعجبكم ايه اكتر يعني. الزيت طبعا لازم يستخدم يكون زيت نظيف ويكون ريحته حلوة، عشان خاطر ما يغيرش في طعم الطحينة ويخلي طعمها وحش. هنطحن السمسم كويس جدا في الكبة بتاعة الخلاط او المطحنة، لحد ما يبقى ناعم خالص كده، عشان ما يبقاش عامل حتت كده معانا في الطحينة بعد ما نعمله. ممكن نستخدم زيت سمسم برضو، هيدي طعم حلو جدا في الطحينة. بس لو مش متوفر زيت سمسم استخدموا زيت عادي. اهم حاجة زي ما قلتلكوا يكون الزيت ريحته حلوة ويكون زيت نظيف، عشان ما يغيرش في طعم الطحينة. بعد ما نطحن الطحينة كلها، هنجيب الشفشة بقى بتاع الخلاط ونحط فيه نص كمية الزيت. عشان خاطر ايه بقى؟ الخطوة دي مهمة جدا، علشان خاطر السمسم اما نيجي نطحنه مع الطحينة ما يلزقش في السكينة بتاعة الخلاط ويبوظها، وبعد كده مع الوقت هيخلي الخلاط يبوظ. فلازم نحط الزيت الاول من تحت، وبعد كده ننزل عليه بالسمسم اللي احنا طحناه. حطينا نص كمية الزيت. وطبعا عشان يخليها تلف اسرع وتبقاش السكينة تقيلة يعني، يبقى السكينة مش تقيلة على الخلاط. هنحطها بقى كده في الشفشق بتاع الخلاط ونضربها كويس جدا. احنا حطينا كده نص كمية الزيت مع الربع كيلو السمسم المطحون. هنضرب كويس جدا لحد ما السمسم ينعم كمان شوية مع من السكينة بتاعة الخلاط. وبعد كده هننزل بباقي كمية الزيت بس من الفتحة بتاعة الخلاط من فوق، مش هننزل بيها مرة واحدة. وهقول لكم على مكون كمان هنضيفه في الاخر، دوت هيخلي القوام بتاع الطحينة تقيل كده وسميكه حلو قوي. ويربط كده الطحينة زي ما بيقولوا يعني. انا دلوقتي هو بنزل بقية الزيت من الفتحة بتاعة الخلاط من فوق. ونلاقي كده القوام بتاعها بقى حلو، متجانس كده وجميل، يبقى هي كده خلاص بقت تمام. انا كده بوريها لكم هي كده لسه تقيله، عشان انا حاطه نص كميه الزيت بس. هنحط بقى بقيه كميه الزيت، هنلاقي القوام بتاعها ظبط وبقى احلى. في ناس بتضيف سوداني، بس انا مش بفضلها يعني بالسوداني، بحبها اكتر بس بالسمسم، ان هي الطحينه اساسها سمسم بس يعني. بس طبعا كل واحد وذوقه يعني، بس دي طريقه الطحينه الاصلي اللي هو بنحطها، بتبقى مكونه من زيت وسمسم بس. آه بعد ما نطحنها زي ما قلت لكم نحطها في التلاجة تبرد شوية. القوام بتاعها هيتقل وهيبقى حلو جدا. انا استخدمت ربع كيلو سمسم بس، عمل معايا كمية حلوة يعني، عمل معايا كمية ربع كيلو، 400 جرام من الطحينة. طبعا الطحينة دلوقتي بقى سعرها بره غالي، فما نعملها في البيت هتبقى اوفر وانضف. وكفاية ان احنا واثقين من نظافتها واحنا عاملينها في البيت يعني، وموفرة معانا جدا ومكوناتها سهلة قوي. كوباية زيت وربع كيلو سمسم. ربع كيلو سمسم مش غالي يعني متهيألي. المكون بقى اللي هيخليها تربط معانا الدقيق. هنحط معلقة واحدة بس كبيرة من الدقيق مليانة، هتخلي القوام بتاعها ايه يربط كده ويبقى حلو. مش عايزين ممكن تستغنوا عنه، بس ده مهم عشان بيخليها تربط كده معانا وتبقى حلوة، والقوام بتاعها يبقى تقيل كده وجميل. انا حطيت معلقة واحدة بس كبيرة من الدقيق، ممكن نحط المعلقتين هتخليها برضو احلى واجمل. ومش هيغير في الطعم خالص ولا حاجة خالص، احنا مش حاطين كمية كبيرة. في ناس كانوا بيحطوا كوباية من الطحينة، كوباية من الدقيق، بس ده لا مش حلو، بيغير في طعمها. احنا عايزين حاجة نظيفة وصحية وجميلة. وطعم الطحينة ما يتغيرش يعني، فهو نحط معلقة واحدة بس من الدقيق. دي بعد خلاص بقى ما ضربناها وبقت جاهزة، وبنصبها بقى في البرطمان. ده برطمان كان بتاع نوتيلا وفاضي، ده وزنه كان 350 جرام، مكتوب عليه يعني 350 جرام. واتبقى حبة كمان حطيناهم في الطبق، يعني تقريبا عملت معانا 400 جرام. طبعا حلوة جدا وموفرة جدا، وانضف كمان من بره وحلوة قوي. طبعا هي عشان لسه سخنة واحنا عاملين نضرب فيها، فالقوام بتاعها خفيف شوية، لكن لما نحطها في التلاجة وتبرد كده هيبقى القوام بتاعها حلو قوي. والزيت بتاعها مش هيفصل منها ولا اي حاجة خالص. جربوها بالطريقة دي وقولي لي رأيكم فيها ايه، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو بقى. وبالهنا والشفا.